راجل أمريكي اسمه دينيس هوب باع كمية كبيرة من الأراضي على سطح القمر، وعين نفسه سفير على القمر، ووعد إن هو هيبني مدينة كاملة على سطح القمر، ومحدش قدر يوجه له أي تهمة نصب واحتيال. دينيس اعتمد إن قوانين الأمم المتحدة بتحرم على الدول امتلاك أي جزء من الفضاء الخارجي، بس ما بتحرمش على الأفراد. فبعت للأمم المتحدة بيخاطبهم إذا كان عندهم أي اعتراض على ملكيته للقمر، اللي طبعا اعتبروا الكلام ده هزار. بس في الحقيقة دينيس ما كانش بيهزر، واعتبر عدم الرد ده موافقة على ملكيته للقمر، اللي بناء عليها أسس عقود مع الضرايب بملكيته للقمر، وبدأ يبيع في قطع أراضي من القمر. وصل مجموع الأراضي اللي باعها دينيس حوالي 600 قطعة أرض، وجمع مليارات الدولارات، ومحدش قدر ينكر ملكيته للقمر أو يرفع ضده دعوى قضائية. بس الأمم المتحدة ما اعترفتش بملكية الأشخاص دي للأراضي دي. شخص تاني عرف اللي عمله دينيس، فبعت لدينيس جواب بيقول له إن هو بيمتلك الشمس، وبيطالبه برسوم نظير خدماته. دينيس بعت له رد بيقول له أنا مستغني عن خدماتك، ولو عايز تطفي الشمس اطفيها لو تعرف. بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.